خلي بالك احنا عمرنا ما كسبنا الارجنتين في اي ماتش. لا ماتش ودي ولا ماتش في الاولمبياد ولا ماتش في منتخب الشباب ولا اي حاجة. ولينا كمان معاهم نتائج كبيرة قوي. يعني سنة 28 كسبونا 6-0، وسنة 2001 كسبونا 7-1. 7-1 كان الجون بتاعنا ده اللي جابه محمد اليماني في المنتخب الشباب مع الكابتن شوقي غريب. حتى اخر ماتش كان ما بيننا وما بينهم الجيل بتاع رمضان صبحي واكرم توفيق وعمار حمدي واحمد ياسر ريان وناصر ماهر وناصر منسي. المجموعه دي لما قابلوهم في الاولمبياد خسرنا منهم برضو 1-0. كان الشناوي حتى الحارس بتاعنا اللي كان واقف ساعتها. الارجنتين حاليا مش فرقه كوره، وتعالى اقول لك ازاي. مبدئيا كده لو بصيت على كل ماتشات الارجنتين في الفتره اللي فاتت، كل لعبهم عن طريق لعبتين: الكور الثابته واللعب من العمق، ودي المساحه اللي ميسي بيكون فيها في منتهى الخطوره. لكن لو انت قفلت عمق الملعب وما اديتلهمش الفرصه ان هم ياخدوا كور ثابته من المنطقه الاماميه لمنطقه الجزاء، انت كده حددت اكتر من 70% من خطوره الارجنتين. عشان تقفل بقى عمق الملعب وتحد خطورة منتخب الأرجنتين، حاجة من اتنين: يا إما تلعب بثلاثة في قلب الملعب، مهند وحمدي ومروان، وده خيار يعني أميل للناحية الدفاعية، لأن هم الثلاثة مفيش فيهم غير مهند لاشين شوية اللي إيه عنده بساط يعني فيها حرفنة شوية، يقدر يطلعك بالكرة من تحت الضغط. أو ودي وجهة نظري، إن أنت تلعب بمهند ومروان ومعاهم إمام في قلب الملعب، ما تخليش إمام على الطرف. تشكيل المنتخب يبدأ بيه مصطفى شوبير، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد هاني، كريم حافظ، مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور. ثلاثة في نص الملعب، قدامهم ثلاثة: محمد صلاح راس مثلث، الاثنين اللي قدام هيثم حسن وعمر مرموش. ممكن ما تحطش هيثم حسن وتخلي زيكو، على اساس ان زيكو بيقدر يعمل الضغط العالي على مدافعين الخصم، لكن هيثم حسن عنده ميزه ان هو لما الكره بتوصل له بيقدر يقدم حلول وبيقدر يحتفظ بالكره. والاحتفاظ بالكره في الماتش ده هيكون مهم جدا، لانك على الاقل هتحرم الخصم منها، لان الخصم عنده بعض العناصر عندها امكانيات تقدر تغير شكل الماتش في لحظه. وطبعا كفايه ميسي. كلمتين سريعا كده عن المشهد اللي احنا بقينا فيه، وانه في ناس كتير بتقارن المنتخب المصري بمنتخب المغرب. يا اخوانا في فرق كبير قوي ما بين المغرب عملته الكاس العالم اللي فات، وانها قبلها في كاس اكتر من مره في كاس العالم بتصعد من دور المجموعات، وان هي بتوصل لكاس العالم اكتر من مره، فبقى عندها شخصيه وتمرس في التواجد في كاس العالم. خلي بالك انت في ماتش المغرب وهولندا لحد الدقيقه 80 المغرب كانت ضاغطه وبتضيع فرص وجه فيهم جول. يعني اللعيبه المفروض ان هي تفقد الثقه في نفسها، يقول لك احنا خلاص بنضيع وجه فينا جول فده مش يومنا. لا، ده التمرس والشخصيه. الناس كملوا لحد اخر دقيقه وتعادلوا، وفي ضربات الجزاء كسبوا. بيلعبوا كندا الشوط الاول كله كندا هي اللي ضاغطه وهي اللي بتضيع فرص، وياسين بونو بيتالق. لا، الشوط الثاني لا، احنا بنروح كاس العالم وبنلعب في كاس العالم عادي، مش مخضوضين عادي. الشوط الثاني هننزل وهنغير وضعنا وهنقدم اشرف حكيمي وهنحرك الدنيا وضربات ثابته وبتاع و3-0 بيكسب البلد المستضيف 3-0. فالمغرب عندها من الخبره والتمرس والشخصيه اللي يخليها عادي، ده احنا رايحين دور الاربعه عادي، حتى لما يكسبوا فرنسا عادي. لكن احنا لما رحنا في 2018 خسرنا الثلاث ماتشات ورجعنا بفضيحه، وما جبناش غير جونين اللي جابهم صلاح. في 90 ما جبناش غير جون واحد. فاحنا ما عندناش شخصيه ولا تمرس في كاس العالم. ففكره ان احنا نوصل للمرحله دي لا، ده انجاز. ولو عدينا الارجنتين ورحنا دور الثمانيه يبقى اعجاز. يعني انه لعيبه من الدوري المحلي، انت ما عندكش محترفين، مفيش غير عمر مرموش بس هو اللي يعتبر يعني محترف. صلاح لسه مش عارفين هيروح فين، وحمدي فتحي ولا اللي بيلعب في الدوري السعودي ولا القطري ولا الكلام ده مش يعني مش في اوروبا. فما عندكش غير مرموش. المغرب ما عندهاش حد محلي، كله في اوروبا. فانت يعني في فرق كبير قوي في التحضير وفي الامكانيات وفي الشخصيه في كاس العالم. دي مش افريقيا عشان نقول والله احنا متمرسين في افريقيا فبناخدها، لا. يعني الكلام غير الكلام والزمن غير الزمن. يعني انت لما كنت بتاخد افريقيا ده كان زمان، اخر مره اخدتها في 2010 من 16 سنه. الكره اتغيرت والمعايير اتغيرت.